السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة الصف السادس الابتدائي. معاكم مستر أحمد الفرماوي، مدرس مادة الدراسات الاجتماعية بمدرسة طيبة الخاصة. إن شاء الله يا شباب هنتكلم النهاردة عن الدرس الثاني في التاريخ بعنوان نظام الحكم العثماني في مصر. في الدرس دوت هنتعرف على الهيئات اللي كانت تابعة للحكم العثماني في مصر. في البداية كده يا شباب عايزين نعرف ان مصر ارتبطت بنظم الإدارة العثمانية منذ أن نجح السلطان سليم الأول في إخضاع مصر للسيادة العثمانية. يعني إيه؟ يعني لما مصر أصبحت ولاية عثمانية أصبح نظام الحكم فيها ماشي تابع لإيه؟ للنظام الحكم العثماني. تمام؟ طيب، ايه النتيجة المترتبة لما يجيلي سؤال يقول لي ما النتيجة المترتبة على خضوع مصر للدولة العثمانية؟ كأنه بالبلدي كده بيقول لي هو ايه اللي حصل يعني لما مصر بقت دولة عثمانية او بقت ولاية تبع الدولة العثمانية. هقول له اول حاجة فقدت مصر استقلالها، ما بقتش دولة مستقلة، لا دي بقت تابعة للدولة العثمانية. اصبحت مصر ولاية ايه عثمانية. ده النتيجة المترتبة على خضوع مصر للدولة العثمانية، ان هي فقدت استقلالها واصبحت ولاية عثمانية. يعني النظام الحكم فيها هيبقى تبع الدولة العثمانية. تمام. طيب، كان الحكم العثماني لمصر استبداديا، يعني كان حكم ظالم، ما كانش بيشارك المصريين في الحكم، لا هو اللي كان بيحكم، حكم استبدادي مطلق، هو اللي يقول عليه هو اللي يتم، والمصريين لا ملهمش ان هم يشتركوا في اي حاجة من حكم بلادهم. عشان كده بنقول عليها حكم استبدادي. طيب، ايه هي هيئات الحكم العثماني في مصر؟ كان عندي 4 هيئات. اول هيئة اسمها الوالي، تاني هيئة الديوان، الحامية العثمانية، واخر حاجة معانا المماليك. هنتكلم عن كل هيئة بالتفصيل، ونبدأ بمين؟ نبدأ بالوالي. قال لي الوالي عبارة عن نائب السلطان، يبقى وظيفته ان هو نائب السلطان. تقول لي ازاي؟ اقول لك السلطان العثماني موجود في الدولة العثمانية، معقول هيسيب الدولة العثمانية وهيجي يحكم مصر او هيجي يحكم الشام؟ لا، بيعين مكان منه نائب، بنقول عليه الوالي. طيب مقر حكمه فين؟ قال لي القلعة. اول والي لما جه يحكم مصر كان مقر حكمه القلعة اللي كان بناها صلاح الدين الايوبي ايام الدولة الايوبية، لما قلنا ان الدولة الايوبية كانت موجودة قبل المماليك، وبعد كده جم المماليك وجم مين؟ العثمانيين. المهم ان الوالي وظيفته ان هو نائب للسلطان، ومقر حكمه القلعة. مدة حكمه من سنة الى 3 سنوات حتى لا يستقل بالحكم عن الدولة العثمانية. فممكن يجي لي هنا يقول لي بما تفسر قصر مدة حكم الوالي؟ اقول له حتى لا يستقل بالحكم عن الدولة العثمانية. تمام يا شباب؟ يعني علشان ما يعملش شعبية جامدة في السنين الكتير اللي هيقعدها، ويبتدي بقى يستقل عن الحكم وياخد الدولة او الولاية اللي بيحكمها لحسابه بعيدا عن الدولة العثمانية. طيب، اهم المهام بتاعته رقم 1 الاشراف على تنفيذ القرارات الصادرة من السلطان العثماني. يبقى بيشوف السلطان العثماني عايز ايه، ووظيفته ان هو ينفذ القرارات دي في الولاية اللي هو مسؤول عنها. تاني حاجة ارسال الخراج. الخراج ده حاجة زي الضرائب كده، بتبقى مفروضة على البلاد، تتبعت للسلطان العثماني. كل ولاية عثمانية لازم تبعت كل سنة الخراج بتاعها للسلطان العثماني، فاللي كان مسؤول عن ده هو الوالي. تالت حاجة الحفاظ على الأمن في الولاية، دي وظيفة عادية لأي حد ماسك الولاية. وأخيرا يدعو الديوان للانعقاد. ايه هو الديوان بقى؟ قال لي الديوان دي الهيئة التانية في الحكم العثماني. يتكون الديوان من 4 كبار الموظفين، وكبار العلماء، وكبار الأعيان، وكبار ضباط الحامية العثمانية. يبقى عندي كبار موظفين الدولة، وكبار العلماء اللي موجودين في الدولة، وكبار الأعيان، وكبار ضباط الحامية العثمانية. ده اللي بيتكون منه الديوان، حاجة كده زي مجلس كبير لامي من الكبارات دول كلهم. طيب، مهمة الديوان ده ايه؟ قال لي مهمة الديوان بقى ان هو يراقب الوالي في كل حاجة، يشوف الوالي بينفذ قرارات السلطان بجد ولا لا، يشوف بيبعت الضرائب مظبوطة ولا لا، حافظ على الامن والكلام دوت ولا لا. تمام. طيب، بعد كده عندنا الحامية العثمانية. قال لي دي عبارة عن جيش صغير كده، فرقة عسكرية صغيرة الدولة العثمانية سايباها في الولاية علشان تدافع عن عن البلاد، ويبقى برضو لها يعني دور في استقرار البلاد لو حصل مشكلة او حاجة. ده بالنسبة للحامية العثمانية. اخر حاجة معانا بقى اشتركت في الحكم هي مين؟ المماليك.
قال المماليك اعتمد عليهم العثمانيين في الحكم الأقاليم لخبرتهم الطويلة في حكم البلاد. فبيجي هنا سؤال مهم أوي، يقول لي بما تفسر اعتمد العثمانيين على المماليك في حكم الأقاليم؟ هقول له لخبرة المماليك الطويلة في حكم البلاد، لأن اللي كان بيحكم الدولة قبل ما تيجي الدولة العثمانية، اللي كان بيحكم مصر هي المماليك، فهم أضرب إيه بشؤون البلاد. ومصر زمان كانت متقسمة الأقاليم زي المحافظات يعني. فالدولة العثمانية قالت لك إيه، نكسب المماليك في صفنا ونخليهم يحكموا الأقاليم وخلاص، على أساس إيه إن هم قدر يعني وعندهم خبرة في شؤون حكم البلاد عننا شوية، لحد ما نشوف الدنيا فيها إيه. بعد كده هنتكلم على أحوال مصر في ظل الحكم العثماني. تدهورت أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية في ظل الحكم العثماني، كل الحياة كانت متدهورة. نبدأ بالحياة الاقتصادية ونعرف يا ترى إيه أسباب تدهور الحياة الاقتصادية. أدت سياسة العثمانيين إلى تدهور الأحوال الاقتصادية بسبب، يعني لو جالي سؤال وقال لي بما تفسر تدهور الحياة الاقتصادية في ظل الحكم العثماني، هقول له بسبب 3 حاجات. أول حاجة إهمال الزراعة، تاني حاجة كساد التجارة، تالت حاجة تأخر الصناعة. ال3 حاجات دول يأثروا على اقتصاد أي دولة في العالم. فلما العثمانيين جم وأهملوا الزراعة، بالتالي الصناعة هتتأخر، لأن الصناعة بتبقى معتمدة على المواد الخام اللي جاية من الزراعة، وبالتالي أنت مش هتصنع حاجة، يعني مش هتعرف تبيع ولا تشتري حاجة، لان رأس مالك مش هيبقى قوي. فانت كده التجارة عندك هيحصل لها كساد، يعني هتقف، مش هتبقى عندك تجارة كويسة. طيب بالنسبة للحياة الاجتماعية، قال لي كانت الحياة الاجتماعية في أثناء الحكم العثماني بتفرق بين الحاكم والمحكوم، يعني الشعب كان عبارة عن طبقتين. طبقة الحكام اللي هم الأتراك، دول بيتمتعوا بالثروة والنفوذ، وحرم المصريون من خيرات بلادهم، دول بقى طبقة الايه المحكومين. طبعا ده كان ايه نوع من انواع الظلم. طيب بالنسبة للحياة العلمية والثقافية، قال لي تدهورت الحياة العلمية والثقافية في مصر بسبب ايه بقى؟ اول حاجة ان اقتصر التعليم في الازهر على حفظ القرآن الكريم ودروس الفقه والتشريع. ايه دروس الفقه والتشريع؟ اللي هي دروس الدين، يعني دروس الدينية. طيب دي حاجة كويسة ماشي، بس لازم يبقى معاها علوم ايه عقلية. لا، العثمانيين بقى اهملوا العلوم العقلية زي الرياضيات وعلوم الطبيعة، وتدهورت كمان الحياة الأدبية وتوقف نشاط التأليف. علشان كده بنقول إن الحياة العلمية والثقافية أثناء الحكم العثماني كانت في إيه؟ في تدهور، بسبب إن التعليم كان مقتصر في الأزهر بس على حفظ القرآن الكريم ودروس الفقه والتشريع. مفيش مدارس، مفيش جامعات، مفيش تعليم عالي خالص، تمام؟ مفيش اهتمام بالعلوم العقلية، وكمان تدهورت الحياة الأدبية وتوقف نشاط التأليف. طيب بالنسبة بقى للحياة الفنية، تدهورت بعد أن كانت مصر تملك ثروة من العمارة والفنون والآثار في عصر المماليك، إلا لما جه العثمانيين تدهورت الحياة الفنية. ليه بقى؟ لأن السلطان سليم الأول قام بترحيل أو إرسال يعني أمهر الصناع والحرفيين إلى الأستان. يعني سليم الأول شاف الناس الكويسة في عملية الصناعة والحرف والناس اللي بتشتغل كويس، وخدهم كلهم رحلهم على الأستان اللي هي عاصمة الدولة العثمانية. فأصبح الصناع اللي موجودين في مصر مش بنفس كفاءة الصناع اللي كانوا موجودين قبل كده. تاني حاجة ان العثمانيين استولوا على الكثير من التحف الثمينة والمخطوطات النادرة، مما ادى الى تدهور الحياة الفنية في ظل الحكم العثماني. عشان لو جالي وقال لي بما تفسر. بعد كده يا شباب بقى هنتكلم على اخر حاجة معانا في الدرس، وهي نتائج الحكم العثماني على مصر. اظن بعد اللي احنا عرضناه ده كله واضحة قوي ان نتيجة الحكم العثماني على مصر مش هتبقى حاجة كويسة، وبالتالي كانت النتيجة أنه عانت بعض فئات المجتمع المصري من مظاهر الفقر والجهل والمرض، وساد الجمود والتقليد والتأخر في كافة نواحي الحياة العلمية والثقافية. يعني بقى عندنا حالة من التأخر والجهل والمرض بين جميع أفراد الشعب. ده نتيجة للحكم العثماني في مصر. انتهى الدرس يا شباب، وإن شاء الله نقابلكم في دروس تانية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.